في آخر فيديو لي عن بلاك كلوفر أخبرتكم أن هناك تسريبات من العدد القادم من مجلة شونين جمب تؤكد أنه تم الإعلان عن جزء تكميلي لأنمي بلاك كلوفر. والآن أصبح الأمر رسمياً. بعد سنوات من الترقب سيعود بلاك كلوفر أخيراً بسلسلة أنمي جديدة كلياً من المقرر عرضها لأول مرة في عام 2026. تم الكشف الكبير عن ذلك خلال معرض أنمي إكسبو 2025 وذلك في جلسة كرانشي رول الصناعية. لقد حصلنا على عرض تشويقي جديد كلياً وصورة ترويجية أثارت حماس المجتمع بأكمله. ورغم أن العرض التشويقي لم يتضمن أي لقطات جديدة إلا أنه كشف عن صورة مذهلة يظهر فيها آستا واقفاً شامخاً بقواه الشيطانية المفعلة بالكامل مستعداً لمواجهة ما يبدو أنه بداية آرك جديد حماسي. إنها جريئة قوية وتضع بالفعل الأساس لما هو قادم. والآن هنا تبدأ الأمور في أن تصبح أكثر إثارة للاهتمام. عادة ما يقسم المعجبون الدوليون العرض الأصلي إلى المواسم من الأول إلى الرابع، لكن في اليابان تم اعتبار جميع الحلقات 170 موسماً واحداً متواصلاً. لهذا السبب يعترف رسمياً بهذا الجزء القادم باعتباره الموسم الثاني من بلاك كلوفر. استوديو بيروت، نفس الاستوديو القوي الذي كان وراء السلسلة الأصلية، عاد لقيادة العمل من جديد. على الرغم من أننا لم نحصل بعد على تأكيد بشأن عودة طاقم العمل أو المخرجين، إلا أن الجودة التي ظهرت في فيلم السيف ملك السحرة وهذا التصور البصري الجديد توحي بأنهم يبذلون أقصى ما لديهم لهذا الجزء الجديد. وبالحديث عن سيف ملك السحرة لا يمكننا أن ننسى مدى التأثير الكبير الذي أحدثه الفيلم على نتفليكس في عام 2023. لم يكن مجرد قصة جانبية ممتعة، بل دفع بالرسوم المتحركة والإيقاع والرهانات العاطفية إلى مستويات جديدة، مما جعل المعجبين أكثر حماساً لعودة الأنمي. للتذكير فقط، بدأ عرض الأنمي الأصلي من عام 2017 حتى 2021 حيث اقتبس أحداث المانجا حتى الفصل 272. ومنذ ذلك الحين دخلت المانجا في فصلها الأخير، ومع اقتراب الموسم الثاني بدأ المعجبون يتساءلون إلى أي مدى سيصل؟ هل سنحصل على كامل أحداث أروك غزو مملكة سبيد؟ في كلتا الحالتين يبدو أن عام 2026 سيكون عاماً ضخماً لسلسلة بلاك كلوفر، ولدى المعجبين القدامى كل الأسباب ليكونوا متحمسين. ما هي آراءكم حول العودة الكبيرة لسلسلة بلاك كلوفر؟ هل تتطلعون لرؤيته أكثر في الموسم الثاني؟ أخبروني في التعليقات بالأسفل. وإذا أعجبكم هذا التحديث لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا يفوتكم أي جديد من أخبار الأنمي والمانجا. أنا ستيفن وأراكم في الفيديو القادم.